حكيم زياش هناك خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس، ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تبادل المحاوله وبوفال، فرصه وبوفال هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصة. حكيم زياش خطا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة، كان تمريرة، كان خطأ على مستوى التمرير بلال الخنوس، ثم استرجاع الكرة. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريرة ممتازة، ثم خطأت الكرة لسفيان بوفال. مازال ما نقص وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية، واللي خلى ما كاين أي ردة فعل لويفرتون. تابعوا هذه المحاولة، سفيان بوفال يضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة للاعبين المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال خطأ الكرة بشكل ممتاز، ولأنه كان عاطي الحارس المرمى في الصدر الظهر عفوا، فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف مستحق لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا تغيرت النتيجه هنا العبيد غانم سيس الذي يتدخل ويبعد الكره في الوقت اللي مشات الكره لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت مطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف الانصيري. خطيره والهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة، ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي. فرحة ديال الجماهير كذلك البرازيلية الحاضرة، وفرحة كبيرة للاعبين المنتخب البرازيلي. العودة في نتيجة هذه المباراة سنتابع مرة أخرى. كان خطأ على مستوى التمرير، استرجاع الكرة من طرف لوكاس، تسديدة طرف اللاعب والعبيد كاسيميرو اللي كيوضع الكرة في الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي. إذن كاسيميرو كارلوس لاعب فريق مانشستر يونايتد، لاعب سابق لساو باولو ولبورتو ولفريق ريال مدريد. إذا أصبحت النتيجة الآن هدف ليميتي بين المنتخبين. لاحظوا الفرحة كذلك ديال رامون مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي. منطقة الجزاء فرصة نوصير المزراوي، إمكانية تمرير داخل منطقة الجزاء، ترفع الكرة، فرصة والرأسية، كانت الرأسية والمحاولة أخرى. يحيى عطية رفع الكرة، فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقة رابحة. من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيلي إفريقيا والعرب. تابعوا المحاولة ممتازة، تمريرة والعرضية داخل منطقة الجزاء. طلعت الكرة للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريرة من يحيى عطية الله. تسديدة قوية تعانق الشباك الحارس ويفرتون. والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مرة أخرى تقدم أمام منتخب البرازيلي. تابعوا المحاولة. طلعت الكرة في البداية للاعب وليد عشديرة، ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد. قوة لعبد الحميد الصابري، يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي.